حبايب تيتا ميمي، هي ايه حكاية ياسمين صبري وجورجينا وكريستيان ونانسي عجرم في حفل افتتاح موسم الرياض اللي فيه ناس كتير انتقدوه عشان الوقت والظروف؟ هم قالوا قبل كده ان ياسمين صبري بتقلد جورجينا في لبسها وطريقة تصويرها، وشفنا ياسمين صبري وجورجينا بيتقابلوا للمرة التانية في افتتاح موسم الرياض. والناس طبعا علقت لما شافوا ياسمين صبري قاعدة ورا كريستيان وجورجينا جنب نانسي عجرم، مع إنها ما بصتش عليهم خالص. إن الكل برضه فضلوا يقارنوا بينهم ويقولوا دي لابسة إيه ودي لابسة إيه. ياسمين لابسة فستان أسود جميل وحلوة عليها، وجورجينا اختارت تلبس فستان بني وكان برضه جميل عليها، بس جورجينا كانت لابسة مجوهرات كتير وكان لون شنطهم مختلفين. ياسمين صبري قالت مرة في برنامج إن في 2015 شبهوها بواحدة، ودلوقتي قالوا إنها بتقلد واحدة، وهي قالت مش مهمة خالص اللي بيتقال، وقالت إن شكلها وجمالها سبب من اللي هي فيه واللي هي وصلت له دلوقتي، وهي ما بتصرفش كتير على اللبس عشان هي واجهة العلامة التجارية، وهي بتعمل دعاية غير مباشرة. وكتير من الفنانين شكروا في ياسمين زي ماجد الكدواني اللي قال إنها مثقفة ومتواضعة وملتزمة ولها ناحية تأملية في الحياة، وعندها سلام نفسي وبتتقبل أي حاجة. ورامي إمام برضو قال عنها إنه استمتع بالشغل معاها، وإنها مش تنكة ولا مغرورة زي ما بيقولوا. أما جورجينا قالت في برنامج ليها إن هي عندها 27 سنة، وبتحكي عن قصة حبها مع كريستيانو، إنه أول ما شافها حبها من أول نظرة، وبدأت علاقتهم تتطور لما جابوا أطفال. وهي كانت حياتها بسيطة جدا، وبتقول إنها كانت بتبيع لبس غالي، ومن 5 سنين تقريبا ربنا كرمها ودلوقتي بتلبس أغلى الماركات. وهي بتقول إنها كانت بنت ما عندهاش شيء خالص لواحدة دلوقتي بتملك كل حاجة، وهي معاها أشهر راجل في العالم، ودلوقتي بيتها في مدريد كبير جدا وكانت بتتوه فيه بعد ما كانت عايشة بشقة ضيقة، وعندها أولاد وليها أصحاب بتحبهم خالص، وهي كمان بتعمل في الإعلانات لأكبر شركات في العالم ومتابعينها بالملايين. وكريستيانو وهو داخل في افتتاح موسم الرياض شفناه ماسك ايد حبيبته وأم ولاده، لابس قميص أزرق وبنطلون أزرق، وكل المصورين والصحفيين اتلموا عليه علشان ياخدوا منه كلمة، وكمان صوروه وهو بيبص لورا ويقولوا إن كان بيبص لنانسي عجرم وبيلقي نظرات إعجاب ليها، وكمان حب يتصور معاها وطلب من جورجينا تتصور معاها. ومين فينا كشعب عربي ما بيحبش نانسي عجرم؟ وبيقولوا إن جورجينا كانت غيرانة عليه. ونصيحتي ليكم النهاردة إن إحنا حياتنا غير حياة المشاهير، ودايما في قيل وقال، وقالوا زمان دع الخلق للخالق. وإن عجبكم الفيديو حبايبي اشتركوا في القناة واعملوا شير ولايك.